قبل ما تدين أي حدا بفرنسا انتبه، الدين بلا ورقة ممكن يضيع. إذا ما كتبت الدين القانون الفرنسي ما بيعترف فيه، يعني ببساطة ممكن المصاري اللي دينتهم ما يرجعوا لك ولو رحت على القضاء. من الأفضل وقت تدين أي مبلغ أو تدينه تكتبوا ورقتين بينك وبين الطرف الآخر، تذكروا فيها التاريخ والمبلغ بالأرقام وكتابة واسمك واسمه وبعد قديش رح ترجع المصاري. هي كتير مهمة. وبعدين بتوقعوا انتوا الاثنين على الورقة. لو الدين تحت 1500 يورو هالورقة ينصح بعملها، لكن لو هالدين فوق ال 1500 فبتصير إجبارية. وفي إمكانية لو الدين كبير إنه تسجلوه بالضرائب أو تخلوا الكاتب بالعدل هو اللي يكتبه. لكن لو انت اللي تدينت فضروري تتذكر وقت ترجع له المصاري اللي تدينت منه انه تخليه كمان يوقع على ورقه انه استلمهم. كمان هي مهمه، ولازم تعرفوا انتوا الاثنين انه هالورقه بتفيدكم كمان انتوا الاثنين. فلو الشخص اللي استدان وقع بمشكله ماليه وما عاد قدر يدفع الفواتير اللي عليه، هالورقه بتثبت انه عليه ديون كمان وبتساعده مثلا بطلب مساعده او باثبات وضعه. الدين بين الاصحاب ما لازم يخرب العلاقه، بس ورقه صغيره ممكن تحمي العلاقه وتحمي الكل من وجعه راس كبيره. ما هيك ولا مو هيك؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا تتابعوني لتوصلكم دائما هيك فيديوهات. كنت معكم انا عمر كوكاش، سلام.